10 سنوات حبس. انا اخطفوني قالوا انه مباحث، سرقوا كل شيء عندي في البنوك. ولا رئيس المباحث ولا النيابه قالوا لنا ممكن تسويها. قالوا بوليس سرقونا خذوا كل فلوسي. اخر شيء لما قلت هذه الحراميه يا مرحبا، يلا حيا. هلا يلا يا حبيبي. بعد راسي بيض الله وجهك، ما قصرت يا استاذ. مبروك. الله يبارك فيك. احنا كنا نسولف كلام يا سعود. الان صدر لنا حكم. نعم. والاحكام دائما هي وجه الحقيقه. بالحمد لله صدر حكم على المجرمين اللي خطفوك 10 سنوات حبس. هذه ليس بكفيله، ولكن باذن الله الاستئناف سوف يشدد عليهم، لان مثل هذه الجرائم يستحقون فيها عقوبه اشد من ذلك. نعم. وباذن الله الاستئناف راح يعدل. مبدئيا نقول الحمد لله على كل حال. مشكور يا استاذ مشاري، على الاقل رديت حقي ووضحت الصوره للمجتمع المصري الكويتي العربي ان انا صاحب حق، وانت رديت لي حقي. بعد الله ومن بعد القضاء المصري، ووجودك عندي في مصر، ووجودك هني معاي، ومتابعتك مع محامي علاء هناك، بيض الله وجهك. احنا الكلام هذا يبي له نتكلم فيه بتفاصيل بسيطه، بس طبعا قبل لا تشوفون تكمله هذا الفيديو اتمنى يعني ان الناس تشوف البودكاست. اللي ما شاف البودكاست قصه سعود الرشيدي يشوف البودكاست ويجي يكمل هذا الفيديو. حياك نروح هناك. يا مرحبا. اليوم شرفنا اخونا سعود الرشيدي في المكتب. يا هلا يا مرحبا. يا بعد راسي. منورنا. طبعا سعود الرشيدي عرفتوا موضوع اللي انخطف في مصر وباقوا منه اكثر من 38,000 حكم بإدانة المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات. اللي ما شاف حلقة البودكاست يروح يشوفها ويجي يسمع التكملة بما حصل من نتيجة حكم أول درجة اللي تحصلنا الحمد لله بفضل الله إلى حكم بإدانة المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات. وهذا الحكم أنا كقانوني وكمحامي أرى أنه مخفف، مع أن القاضي وفي الحكم نفسه كان مشدد الظرف، لأن كان هناك عصابة منظمة التواصل مع ناس خارج البلاد عشان استولوا على هذه الأموال. ولكن لما صدر الحكم صدر في 10 سنوات، وهذه تعتبر من الأحكام ما يعتبر مشدد، لأن التشديد في هذه القضية يصل إلى الحبس المؤبد وتوصل أيضا إلى الإعدام. ولكن بإذن الله الاستئناف راح يزود حسب نظرتي القانونية، ولكن احنا لا نتدخل في عمل القضاء، وكل ما يصدر من أحكام هي عنوان للحقيقة، ولكن ما نقوله بوجهة رأيي. يعني أنا لا أعلق على الحكم ولا أفرض رأيي على المحكمة، أنا مجرد اللي قاعد أقوله هو رأيي من حيث ما قرأت هذا الحكم. والآن راح يكون معاكم سعود الرشيدي يشرح لكم ما حصل هناك. كلكم تدرون يا جماعة قضية اللي صارت في مصر، قضية هذه عبارة عن سرقة، انتحال شخصية، مباحث طبعا، ضرب، كلبشات، سلاح ناري، سرقة أموال. طبعا بعد ما صار هذا الشيء توجهت إلى الشرطة نفسهم في المباحث في البداية ما كانوا مصدقيني، ما كان أي أحد مصدقني. قضية كبيرة لدرجة حتى بعض القنوات الإخبارية في الكويت كذبوني، وبعض المشاهير. أستاذ مشاري فليحان ما سألني، بس قال لي وينك، وقصت تذكرته ثاني يوم حتى ما نطر أسبوع وجالي للنيابة. فأول ما شفته جدا فرحت، لان انا بغربه وجاي لي احد من ولد ديرتي، فقلت له القصه. قال لي سعود قول كذا، هذه القضيه عباره عن كذا، فعلمني شنو اقول عند وكيل النيابه عشان اخذ حقي. ففعلا قلت الكلام. انا استغربت، يعني محامي كويتي شلون يعرف قوانين مصر؟ كان يكلمني يقول لي قانون مصر الماده الفلانيه هذا حكمها، هذه درجتها. طمني وارتحت، لان لما تدخل عند وكيل النيابه انت مواطن عادي ما تعرف بالقانون العدل، لكن ما شاء الله مشاري فليحان حتى قانون مصر دارسه، وهذا الشيء اللي انا استغربت منه. يعني في اشياء انا ما قلتها بالبودكاست اللي فات ولا حتى صرحت فيها، اللي هي اول ما جاني الاستاذ مشاري فليحان طلعت له برا استقبله وكان بسيارته، رجعت مره ثانيه قعدت بالكراسي، قال لي من اللي قاعد معاهم هذول؟ قلت له هذول متهمين. قال ليش قاعد معاهم؟ قلت له انه قاعد يعرضون علي. قال لي شنو فلوسك يعرضونها عليك؟ قلت له اي بس جزء بسيط منها، وقال لي وقع على اوراق. قال لي لا توقع على ولا ورقه، لا تتفاهم وياهم ولا تكلمهم. بعد ما مشيت طبعا قلت تم ومشيت، لما سمعوا ان الاستاذ مشاري وصل من الكويت قالوا استاذ مشاري جه وخرب علينا كل حاجه، لان انا كنت ضايع، قاعد يحاولون يقصون علي، يبون يوقعون على اوراق، يبون يوقعون على تنازل، يقولون هندي لك فلوس بس انت اول شيء انكر، يقولون لي، وقاعد يقول لي لا ما تخافش ما فيش حاجه عليك. وقال لي استاذ مشاري لا توقع على ولا شيء، ومشيت عليه كل كلمه قال لي اياها بالحرف الواحد. فالحمد لله بعد مشاري الفليحان اخذنا حكم بالادانه 10 سنوات قضيه جنائيه في مصر. طبعا لازم
لازم أشكر النيابة العامة في مصر، لأن فعلا تعاملت معاملة جدا جدا جميلة. أول ما دخلت عندك كنت جدا خايف، قال لي أول ما سلمت عليه قال لي سعود تشرب إيه؟ أنت عندي كل شيء أمان، ما تخافش من حاجة. قلت بيض الله وجهك. قاعد يعاملني كأني أنا أخوه، كأنه هو اللي خايف علي، وماخذ القضية حبة حبة وجزأها لي وسهلها لي حتى عشان أعرف أرد. وحتى بعد ما عدل لي أستاذ مشاري الاتهام، دخلت على وكيل النيابة ثاني يوم وقلت له وتفاعل معاي وكتب لي الاتهام اللي عدل لي يا أستاذ مشاري الفليحان. فعشان كذي أنا أقول لكم وكيل النيابة كان جدا صدره وسع وياي، يعطيه ألف عافية، ويمكن هو يسمعني الحين. فأنا أشكر النيابة العامة على تحقيق العدالة، أشكر القضاء المصري النزيه، أشكر السفارة الكويتية إن بعد ما عرف الموضوع هذا اتصل علي أحد من السفارة وقالوا لي لو تبي تذكرة سفر ترجع الكويت الحين نحجز لك ونرجعك الكويت، لكن ما قدرت أنا أرجع الكويت لأن كانت ماشية بالتحقيقات وكنت ناطر الجلسة الثانية والقبض على المتهمين. أشكر أهالي الكويت اللي تفاعلوا معي، بغض النظر عن الناس اللي كذبوني، بعض القنوات اللي قالت هذا كلامه مو صحيح. أشكر كل من تفاعل وياي، وكل من كتب لي كومنت حلو، وكل من ذم فيني، وكل من كذبني. كلكم اخواني وكلكم حبايبي، وانا مسامح الكل اللي في الكومنت او الناس اللي كانت مشككه، لان احنا بشر والسوشيال ميديا فيها كاذب واجد. لكن الحمد لله على كل حال، الحكم موجود والقضاء عادل، قضاء مصر طبعا دائما عادل، لكن شهاده يشهد عليها ربي. اشكر الشعب المصري عامه، دوله مصر من اجمل الدول في العالم. انا الموقف اللي صار لي لولا مو اهالي الحي اللي قاعد يشتغلون، عمال صعايده اصل صعيدي، طلع لي يقول لي احنا بوشك ما تخافش انزل واي حاجه تجيلك في وشك. هذا كويتي. انا كويتي. صوروا واحنا معك، احنا العرب معاك. كفوا على راسي والله. والله لو مو انتم والله كانوا يذبحوني. صوروا. احنا بنقول لك اوقف من بدري، بس انت اللي مش فاهم. وقف بعربيتك ما تقلقش. ما اعرفش حط نفسك مكاني، انت حط نفسك مكاني. فعلا نزلت وهم اللي بادروا وهم اللي مسكوا وهم اللي وقفوا معاي، صاروا نفس حمايه علي، واقفين ثلاثه قدامي عشان ما حد يضرني، لا يعرفوني ولا يعرفهم. لكن هذه مو غريبه، هذول المصريين، هذه مصر ام الدنيا، وين ما تروح تلقى الشين والزين، لكن في مصر الزين اكثر من الشين ب1000 مره. شكرا لاهالي مصر وشكرا للصعايده خاصه، بيض الله وجيهكم، والله ما قصرتوا معي. تحيا مصر والقضاء المصري العادل. اشكر استاذ مشاري الفليحان، هذا الاخ الروحي اللي وقف وياي، واستاذ علاء اللي في مصر اللي اصلا من طرف استاذ مشاري الفليحان اللي ما قصر وباشر القضيه هذا ورجع لي حقي. وشهادتي اكثر من مره اقول لكم مجروحه، لانه وقف وياي وقفات والله العظيم من تحت لتحت، ويقول لا تقول، لكن انا لازم اتكلم، لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اذا عندك مشكله في مصر او حق تاخذه مع مشاري الفليحان، حقك ما يضيع. استاذ مشاري يا مرحبا. بيض الله وجهك. مو هالوجه. والله يا اخوي لو انت مو موجود انا ما ادري كان شنو بيصير، لا الحكم ولا حتى شلون اخذ انا حقي. قضيه حتى الاحوال الشخصيه اللي انت قلت لي تقول من 620 نزلتها صارت 120 دينار. 720. ب 720 ما قلت اخلط بالارقام. زين، فحتى حياتي بدات تتعدل. الله يرحمه حبيبي سعود. شوف سعود انت فيك شيء لله، هو اللي حركني وخلاني اجي وافزع لك واوقف معك هذه الوقفه، والحمد لله يعني انت انسان طيب، انسان نظيف، ولكن المجتمع يعني الناس شافت اتوقع البودكاست، ولازم الكل يشوف البودكاست على اساس يفهم موضوع اخونا سعود الرشيدي. يعني موضوع يعني جدا انساني، من اهدافنا لتغيير قانون احوال الشخصيه بسبب قضيته. يعني من اهداف تغيير قانون احوال الشخصيه ما حصل في سعود. نعم، انا قدمت الكتاب هذا حتى بالاجتماع بالجمعيه الكويتيه للغات فك الاسري، قالت لي جيب لي شهاده راتبك ابى اعرضها عند الوزير كحاله. نعم، كحاله من الحالات اللي عرضت. نعم، موضوع اخونا سعود الرشيدي، فمبروك عليك الحكم. الله يبارك. وننتظر ان شاء الله. ايضا احنا مو ساكتين الى الان، احنا مكملين في القضيه المدنيه ومكملين ان شاء الله مع النيابه العامه، مستأنفين لهذا الحكم، ونطلب باقصى عقوبه على هذول المجرمين اللي لا يمثلون جمهوريه مصر العربيه. جمهوريه مصر العربيه ناس طيبه، ناس فيها خير، ناس حبيبه، وهذا اللي دائما نواجهه، واجهناه معاه. اوكي، المجرمين كانوا مصريين، ولكن من اللي ننقذها؟ اللي ننقذوه ايضا المصريين. من اللي جاب حقه؟ جاب حق القضاء المصري. ونعم في جمهوريه مصر العربيه، ونعم والله في هذا البلد الحبيب. والمهم يا سعود، جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوق، والحمد لله وصدق الله العظيم، والحمد لله على هذا الحكم. الحمد لله. والله يوفقك، وانت انسان طيب، طيبتك وفي شيء انت لله قاعد تسويه، اللي الله سخرني لك وقفتي معك. والله العظيم هذا الله يطول عمرك يا حبيبي، يا يعني حبيبي. رديت لي حقي وخليت لي انسان طبيعي اقدر
اعيش نفس الناس والله العظيم، كل المجالات، سواء باحوالي الشخصيه، سواء باللي صار في مصر، والله ما قصرت معي يا يا استاذ حبيبي مشاري. يا حبيبي الله يوفقك ويبارك لك في حياتك، ومبروك البنوته الصغيره. يا عمري عمرك. الله يهنيك ان شاء الله. حبيبي. التفت لحياتك، إن شاء التفت الله. لنفسك، إن شاء الله. والناس تدعي لك، والناس مو مقصره وياك. والله ما حد يسوي. واتمنى لك الخير والله والسعاده والاستقرار يا رب. حياك الله ويا مرحبا. شكرا لكم، واللي ما شاف الحلقه خلي يشوف الحلقه كامله باذن الله، يعني راح تفهمون تفاصيل وما حصل الى يعني اخونا سعود الرشيدي. وحياك الله حبيب قلبي. يا مرحبا.